تفتكر ان ابنك مش بيركز في المذاكرة او تحصيله ضعيف في المدرسة ليه؟ الموضوع مش دايما ذكاء ولا قدرات، في حاجات يومية صغيرة جدا ممكن تدمر مخه وتقلل تركيزه. النهاردة هقول لك على 5 حاجات اخطر مما تتخيل، لو اتجنبتها هتشوف فرق كبير في اداء طفلك. اول حاجة قلة النوم. النوم هو الوقود الحقيقي للمخ. الطفل يا جماعة اللي بينام اقل من 6 ساعات حسب سنه طبعا بيصحى تعبان، مخه مش قادر يخزن معلومات ولا يركز. يا جماعة قلة النوم بتساوي ضعف ذاكرة زائد عصبية زائد تحصيل دراسي ضعيف. نصيحة: خلي النوم في وقت ثابت بالليل وابعد عن الموبايل قبل النوم بساعة. تاني حاجة الإفراط في السكريات. السكر يا جماعة بيدي طاقة مؤقتة وبعدها المخ بيهبط فجأة، ده يخلي الطفل مشتت مش قادر يقعد يذاكر أو يحضر حصة. كمان السكريات بتأثر على المزاج وتزود العصبية. نصيحة: قلل الحلويات واستبدلها بالفواكه والمكسرات. ثالث حاجة التغطية المبالغ فيها، يعني الحماية الزايدة. لما تمنع ابنك من أي تجربة أو قرار وتخليه دايما تحت جناحك، انت كده بتقلل فضوله واستقلاليته. نتيجة: طفل ضعيف الشخصية قليل المبادرة ومخه ما بيتعودش يحل مشاكل. نصيحة: سيب له مساحة يجرب ويخطأ ويتعلم. رابع حاجة يا جماعة إهمال الرياضة. الرياضة مش رفاهية، هي بتنشط الدورة الدموية وبتوصل الأكسجين للمخ. الطفل اللي ما بيلعبش رياضة يا جماعة بيكون طاقته محبوسة في صورة عصبية وتوتر. نصيحة: حتى 20 دقيقة لعب أو جري يوميا هتفرق جدا معاه في التركيز والتحصيل. خامس حاجة العنف مع الطفل. يا جماعة العنف بيساوي قفل دماغ الطفل أو خوف أو قلة ثقة في النفس.